ومعنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك الداعية الإسلامية. أهلا بكم فضيلة الشيخ معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وجميع المشاهدين ومشاهدات قناة المجد. شكرا جزيلا لك شيخنا. في هذه الظروف التي تعيشها تونس، الظروف الحساسة التي ما زالت تأتي بالأحداث التي تتوالى كل لحظة وكل دقيقة في البلاد الشقيقة تونس، شيخنا وأنتم تتابعون هذا المشهد السياسي في تونس وما يلاحقه من إرهاصات أخرى تابعة له، كيف تقيمون ما يجري في تونس؟ وبالتالي كلمة في هذا الاتجاه، كلمة إلى الشعب التونسي في أوقاته العصيبة هذه تفيدهم من المؤكد بذلك. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أبدأ بالعزاء والدعاء لذلك الذي جعل نفسه وقودا لشعلة الحرية وبابا إلى انتفاضة هذا الشعب لنيل كرامته وحقوقه في مسيرة انتهت إلى طرد الاستبداد والظلم والطغيان والعدوان. وإننا لنسأل الله عز وجل أن يعامله بعفوه ومغفرته ومنه وأن يتجاوز عنا وعنه، وأسأل الله أن يتغمد جميع الذين قضوا ومضوا في هذه المسيرة التي يصدق فيها قول الأول: وفي القتلى لأقوام حياة وفي الأسرى فدى لهم ورق وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. هذا الشعب الذي عانى طويلا وسمعنا من وراء البحار وعبر الأثير والأجهزة معاناته في دينه وحياته وحريته وكلمته وفكره ومستقبله وحاضره ومآله. هذا الشعب الذي ظل زمنا طويلا وهو يعالج الصب بالألم والحرمان والكتمان إلى أن آل به الأمر إلى هذا المآل. من حقه علينا أن ندعو الله له بأن يحفظه في أمن وطمأنينة، وألا يجعل عاقبة ما قدمه وبذله من قضوا في سبيل هذه الحرية التي يطمح إليها الجميع ويرجونها ويريدونها، أن يجعل عاقبة الأمر لهم رغدا في العيش واستقرارا في الحال وسعة في الأرزاق، كرامة وحرية يستحقها كل مسلم، يستحقها كل من عاش أيضا على تلك الأرض المباركة التي لها تاريخ إسلامي عريق، لها عروبة قوية، ولها امتداد متجذر في كل أطراف هذه المعصرة. الذي أود أن أؤكد عليه أن هذا المكتسب الكبير يجب أن يحافظ عليه العقلاء، وأن يتواصى به النبلاء، وأن يتحدث عنه الخطباء والكتاب والمتكلمون، وأن تتحول المدن والأحياء والأزقة والشوارع والمدارس والجامعات والبيوت إلى مدارس لتقرر أهمية استتباب الأمن واستقراره، إذ لا قيمة لكل منجز ومكتسب إذا كانت عاقبته ومآله أن يفسد الأمن أو أن يختل الأمن. وإني لا أقول لهذا الشعب التونسي إذا اختل الأمن فلا أمن ولا أمان ولا زراعة ولا صناعة ولا جمعة ولا جماعة. على الشعب أن يعرف حقوق جميع الساكنين على أرضه، وأن يعرف أن هذا الكم البشري من السكان لهم حقوق التعايش وعليهم واجبات المواطنة وأخوة الثقافة والشعور بالضمير والمستقبل. تونس هي الأرض التي تحملهم، والسماء التي تظلهم، والماء الذي يشربونه، والهواء الذي يتنفسونه. فإن أحد منهم سعى لإتلاف أو إفساد أو تكدير هذا فإنما يكدر على نفسه. الأمن هو وعاؤكم يا أهل تونس، الأمن هو وعاؤكم، الأمن وعاء طعامكم وشرابكم ودوائكم وأسرتكم وزواجكم وسعادتكم وعدالتكم وأمنكم وشرطتكم وقضاؤكم. يا أهل تونس احفظوا هذا الأمر وتذكروا قول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإنه لا سبيل إلى طمأنينة إلا بالأمن. وما قيمة أن يشبع الإنسان أياما ثم يعيش دهرا طويلا في الفتن؟ والواقع شاهد على ما نراه في الصومال وأفغانستان، والوضع إلى حد قريب في العراق وكثير من البلاد التي ظن البعض أن باب الحرية انفتح، فإذ به باب يفتح إلى السراب وإلى المجاعة وإلى التضور وإلى السقم والجهل والفرقة والطائفية والتناحر والتشرذم.
إننا نقول إذا فتح لكم باب التخلص من الاستبداد ونهاية عهد الطغيان فيجب أن يفتح الباب فتحا لا أن يكسر كسرا، وأن تتعايشوا مع الواقع وأن تصبروا، وإن الأمور لن تكون بمجرد زوال أو رحيل أو فرار ذلكم الحاكم ستنقلب جنات تجري من تحتها الأنهار. ليس بالضرورة أن يتحول الواقع بين عشية وضحاها إلى كل الأماني. إن الأماني التي ترجونها أنتم الآن في بداية المسيرة نحو تحقيق كل ما تتمنونه، وإن المسيرة طويلة تحتاج إلى حرث للأرض واستصلاحها، وإلى حرث للنفوس وتوجيهها إلى العطاء وإلى التفاعل وإلى الإيجابية وإلى حسن الظن. إن أهل تونس اليوم أمام المحك الخطير، فإما أن تتحول إلى الصومال الثانية والثالثة، وإما أن تتحول تونس إلى أفغانستان المدمرة، وإما أن تتحول تونس إلى العراق وما فيها من قتل وتخريب وتفجير وتدمير، وإما أن تعود تونس الخضراء كما قال الشاعر نزار قباني: يا تونس الخضراء جئتك شاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب. نريد أن يحمل كل بيده المصحف، وأن يحمل مع المصحف حقوق الآخرين من مسلمين وغير مسلمين، وأن يحمل هذا التعايش، وأن يحمل هذه الجذوة التي تعرف أن الحياة طريق مليء بالأشواك، ولكن المجاهدة وحسن المسيرة تحفظ ذلك. إن هذا الشعب الذي أحيا كلمة الشاب الشاعر الراحل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجب للقدر. يحيى ذلك الشعب الذي اخطى طريقه نحو كرامته، ولكن إياه أن يخطف عينه بيده. نحذر الشعب التونسي من أن يطعن صدره بسكين في يده، أو أن يفجر نفسه بقنبلة ملغومة لا يدري من الذي يقربها. إن كل المجتمعات البشرية لا تخلو من الانتهازيين. هناك من يراهن على أن يسجل مصالح أو مكاسب أو غير ذلك على أي أرض كانت فيها مثل هذه الاضطرابات، بل نحذر أن يقدم لنا أحد الطعم فنبتلعه منفجرا في بطوننا، لنحذر أن يقدم أحد لنا القنبلة فنفجرها في بيوتنا ومدارسنا، لنحذر أن يقدم لنا أحد السلاح لنتقاتل به ونحن نريد الوحدة، لنحذر أن يقدم لنا أحد الكمين فنسقط فيه ونحن نريد الخروج من المأزق ومن الأزمة. من هنا أكرر النداء والدعاء والحداء لشباب ورجال ونساء وجميع فعاليات هذا الشعب بأطره وقياداته ومؤسساته: الأمن ثم الأمن ثم الأمن أولا وأولا وأولا. وبدون الأمن فإن ما تسعون إليه سيكون قد ضيعه من اختطف ذلك المنجز الكبير في مثل هذه الظروف المعقدة أو الخطيرة. إننا نرى في تونس رجالا وعرفنا قادة وساسة ونبلاء وشعراء ومفكرين ومحامين هم صناع نهضة، وهم صناع مصير، وهم صناع قرار، وهم بناة دول، وهم ممن يستحق أن يتناول هذا الملف بكل ما يجب، هذا الملف بكل ما يجب أن يتناول به هذا الملف الخطير الحساس. ولكن لنثق جميعا نحن وهم، وقلوبنا معهم، وأيدينا ترتفع إلى السماء دعاء لهم، وألسنتنا تلهج بالضراعة إلى الله عز وجل ندعو لهم، ليعلم الجميع أن أي إخلال بالأمن يعني هو وعد قبل الولادة، وإجهاض قبل اكتمال النمو، وانتحار في طريق نحو الهاوية. من هنا نقول لهذا الشعب: احذر أن تختطف، احذر أن تستدرج. يجب أن يتواصل الجميع من منطلق النصيحة والأمر والإحسان بين المؤمنين، وفيما أوجب الله وشرع بين المسلمين من التآخي والتناصح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي هذه اللحظات أقول: إن هذه الأرض من يظن أنها ستكون خلافة راشدة أو دولة إسلامية 100% من أول لحظة، وإلا فسوف يعارض أو يحمل السلاح. أقول: إننا نتمنى أن تعيش كل بلاد الإسلام في ازدهار الخلافة الراشدة والعصور الجميلة، ولكن الواقع يشهد أن مجتمعات المسلمين فيها كافة الناس من الظالم أنفسهم والمقتصدين والسابقين بالخيرات. فإننا نوجه نصيحتنا إلى الغيورين على دين الله: ما رأوا من خير أن يقبلوه، وما رأوا من منكر أو خطأ أن يتلطفوا بإنكاره وإصلاحه. فإن الأمور لا تغير بعشية وضحاها وبين يوم وليلة على مثل هذا الشعب الأبي الوفي الكريم
أن ينتبه لمثل هذا المكتسب، أن يؤمن جميع الطوائف التي تعيش على أرضه، أن يؤمنهم على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى حقوقهم. وهي رسالة لكل شعوب الأرض أن تعرف قيمة الأمن، وهي رسالة إلى كل حكام الأرض أن يكونوا عونا لشعوبهم على الحق والعدل والحرية والعطاء والبذل والسخاء والتعاون، وكونوا مع القيادة التي تجتمعون عليها صفا واحدا، تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احذروا من النزاع والفرقة، ولا أن نرضى بالاجتماع على أمر مرجوح خير وأهون من أن نتنازع أو نتشرذم أو نتقاتل أو نتناحر من أجل الوصول إلى أمر راجح. يجب أن ننظر إلى الواقع في صفات البشر من نقص وكمال وعدل وخطأ وزيادة ونقص. لا يظن البعض أنه سيولد فجر جديد كله خير لا شر فيه، أو عدل لا ظلم فيه، أو صواب لا خطأ فيه، أو حق لا مرية فيه. لا، إن الشمس غابت على الحاكم الفار وأشرقت على شعب تونس بأهل تونس بما فيهم من خير وشر ونقص وحق وغير ذلك وزيادة ونقص كسائر المجتمعات البشرية. فالذي يريد أن يجعل من الناس صفحة ونموذج جديد ملائكي ليس فيه الخطأ ولا الزلل، فإنه قد يقحم الناس شططا من القول والفعل مما لا يطيقونه ومما لم يشرعه الله عز وجل. نريد ذلك المنطق العاقل المتفائل الواعي الباذل المعطاء المتعاون الذي يؤمن الناس على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وحقوقهم وأعراضهم. نريد ذلك العقل الواعي نحو البناء، نحو المسيرة الواعية. وأكرر على مسألة الصبر، سيجد هذا الشعب شيئا من بعض المرارات والآلام التي يعانيها في ترميم ما أفسده النظام، وفي ترميم كثير من الخلل والأخطاء والمصائب والنكبات التي سببتها تلك السياسات الباطشة بعهد الحاكم الفار. هذه تحتاج إلى صبر وإلى إيثار وإلى تعاون وإلى جلد في هذا الصبر، ومن لا صبر له لا إيمان له. وإننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أهل تونس، اصبروا واحتسبوا في بناء دولتكم، اصبروا واحتسبوا في أمنكم، اصبروا واحتسبوا في علاقتكم، اصبروا واحتسبوا في حقكم. لا تظنوا أن الأمور قد انفلتت من أيديكم فيغتنمها من هو يتربص بكم ليحول أفراحكم إلى مآتم ونجاحكم إلى فشل وانتصاركم إلى هزيمة. احذروا يا أيها الشعب المعطاء الوفي المبارك، احذروا من أن يختطف هذا كله منكم. نريد ونكرر ونعيد ونزيد، لا بد من الصبر حتى نبلغ الثمرة التي نرجو قطافها. أما الذي سينتظر شهر وشهرين ويقول إن الأمور لم تتغير فإنه يستعجل أمرا لا بد في مثله من صبر وبذل وعطاء. ومن ثم فإن الذين يعجلون إنما يريدون أن يولد الجنين خديجا قبل أن يكتمل نموه في الرحم. الذين يعجلون يريدون قصف الثمار قبل نضاجها. الذين يعجلون يريدون أن يقدموا الطعام قبل نضجه. الذين يعجلون سيخسرون ما مضى ويخسرون المستقبل. وأما الصابرون فسنة الله للصابرين النجاح والتوفيق والعدل والفلاح بإذن الله. ولعل من الفضلاء الغيورين المحبين لهذا الشعب وأهله المحبين له بالأمن والطمأنينة والاستقرار أن يكون له الدور. وأختم، إن الأمن لا يكون إلا بطاعة الله وعبادة الله. يا أهل تونس، إن أردتم الأمان والطمأنينة فالزموا الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. يا أهل تونس، تذكروا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردتم الأمن فالزموا التوحيد وعبادة الله وحده، والزموا طاعة الله وتلاوة كتابه والعمل بسنته وتعظيم نبيه، والزموا الصلاة والطاعة والثبات على دين الله، فإن كل خير بركته من الله، وإن كل شر سببه ذنوب بني آدم. فالزموا واحذروا وسددوا وقاربوا وتعاملوا مع واقعكم مع مجتمعكم بمنطق الواقعية، ومع بلادكم بمنطق الذي يعيش الواقع كما هو، وليس كالذي يعيشه كما يتمناه أو يرقب له مشهدا مثاليا بعصا موسى إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. لا،
إنما يحتاج الأمر إلى صبر. حتى التغيير في بيت الإنسان وفي أسرته، الإنسان يلاحظ إذا أراد أن يغير في واقع أسرته وفي بيته يحتاج إلى هدوء وإلى صبر وإلى رفق وإلى لين، والأسرة لا يتجاوز عددها 7 إلى 8 أشخاص، فما بالك بمن يريد أن يغير نحو الإصلاح في مجتمع قد بلغ سكانه الملايين وتناوى مترامي الأطراف وعلى موقع استراتيجي جغرافي وعلى علاقات دولية إفريقية وأوروبية وغير ذلك. إذا لا بد أن نكون واقعيين وألا نعجل، وأن نحسن التعامل مع فعاليات هذا المجتمع. وأكرر: الأمن أولا، ثم الأمن أولا، ثم الأمن أولا، وبدون الأمن فإننا نحفر قبورنا وننحر أنفسنا ونطلق الرصاص على رؤوسنا ونحرق أجسادنا وندمر معيشتنا ونئد أطفالنا ونجهض مشروعنا ونقتل وحدتنا ونمزق صفنا ونشتت شملنا ونفرح عدونا ونصبح قصة كما هي القصص في الصومال أو في أفغانستان أو في أي بلد كان آمنا مطمئنا فأصابه ما حل به من مصائب لا تعد ولا تحصى. شكرا لقناة المجد الحاضرة في كل قضايا الأمة العربية والإسلامية. شكرا لقناة المجد الغيورة على الشعب العربي المسلم التونسي، وشكرا لكل تونسي قدم ما قدم وبذل ما بذل وأعطى ما أعطى من رجل وامرأة. أسأل الله أن يجعل عاقبة أمرهم في خير وإلى خير، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فضل فوق شيخنا فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك الداعية الإسلامي من المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لكم.